او من المشاهد اللي كانت مرصوده النهارده، الجمهور المغربي حضوره في الملعب اقل من المرات اللي فاتت. وانا هقول لكم السبب ايه، وللاسف السبب احنا كاعلام مصري عشان نبقى صراحه، لانه ده رد الفعل اللي جاي لنا من المغرب. في كتير من الزملاء في البرامج وبعض الصفحات بعد ده ياسر ابراهيم بيتوج مان اوف ذا ماتش. في بعض البرامج يا جماعه بعد مباراه المغرب وتنزانيا وكانهم تنزانيين راحوا لانتقاد حكم المباراه، واصله ما حسبش ضربه جزاء مستحقه لتنزانيا، وبقى قعدوا يكيلوا الاتهامات لحكم المباراه ويلمحوا ويلقحوا على المغرب. الكلام ده يا جماعه لازم نبقى واخدين بالنا انه اعلامنا المصري متشاف كويس قوي، وكل الكلام اللي بيتقال فيه مرصود. فشفت كتير من التعليقات المغربيه بقى بعد كل اللي عملته الجماهير في اغادير، الاخوه في مصر عمالين يقولوا التحكيم عشان فوزي الاقجع، والحكم جامل المغرب، والحكم ظلم تنزانيا، وتحولنا الى مذيعين تنزانيين قوي. استاذ ابراهيم مش عايز الاخوه في المغرب يزعلوا، لانها ظاهره مش كبيره، هم اعداد مفهوم ان هم بيحبوا خالف تعرف، لكن الاغلبيه الكاسحه مشاعرها مع الاخوه في المغرب طبعا، وكانت فرحانه للمغرب. وانا قلت لك مفيش ماتش سهل، كل الماتشات هتبقى صعبه، ولكني ما زلت رهاني على الفريق المغربي. يعني هو الماتش الجاي صعب جدا. معركه الجمعه دي طبعا الكاميرون، الاطلس الكاميرون والسنغال اكبر فرقتين معبرين على نفسهم. ولكني ارى ان المغرب هيسترد مخالبه ان شاء الله، وهيسترد